السلام عليكم ومرحبا بكم في بودكاست جديد سميتو في قلب الدماغ. اليوم غادي نهضروا على موضوع كيبقى مخبي شوية: التأثير والسيطرة على الناس. كاينين اللي كيستعملوا هاد الشيء باش يتحكموا في الناس، وكاينين اللي غير بغاو يوصلوا الفكرة ديالهم بطريقة ذكية. دابا غادي نكتشفوا كيفاش المانيبيولاسيون ماشي ديما حاجة خايبة. كاينين اللي كيستعملوها في البيع، في الحوارات ولا في الحياة اليومية، بحال واحد كيمدحك بزاف باش تتيق فيه، وهذه كتسمى فلاتيري، وسيلة باش يكسب الثقة ديالك بلا ما تحس. الكونترول الذهني و PNL. كتعرف PNL؟ يعني البرمجة اللغوية العصبية. هذه طريقة باش تخدم مع دماغك الواعي واللاواعي. كتستعمل كلمات أو حركات أنكور باش تبدل إحساس ولا عادة. مثلا إلا كنتي كتقلق ممكن تدير حركة معينة تربطها بالهدوء. الكاتب كيهضر على 4 صفات خطيرين: النرجسية، الماكيافيلية، سايكوباتية والسادية. الناس اللي عندهم هاد الصفات كيبانوا هاديين، ولكن كيبغيو غير يسيطروا عليك بلا ما تحس. كيفاش تعرف اللي كيلعب بيك؟ بحال واحد كيسولك فين كنتي، تجاوبوا مع صحابي، يرد عليك دابا وليتي كتخدم على راسك. هاد الشيء سميتو guilt tripping. كيبغي يخليك تحس بالذنب باش يدير اللي بغا. واش كاين فايدة؟ المانيبيولاسيون ماشي كلها خايبة، في بعض الحالات كتكون إقناع، بحال في المفاوضات ولا باش توصل الفكرة ديالك بطريقة مهنية. السر هو النية والطريقة. يسمعنا اليوم هو نظرة على كيفاش الناس كيقدروا يأثروا فينا بلا ما نحسوا، ولكن في النهاية اللي كيعرف يقرأ لغة الجسد ويفهم كيفاش الناس كيتصرفوا يقدر يحمي راسو، ويقدر حتى هو يتأثر بطريقة إيجابية. شكرا بزاف على الاستماع. إلا عجبك المحتوى ما تنساش تبارطاجيه مع صحابك ودير أبوني. حتى الحلقة الجاية خليك واعي ومتيقظ.